اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجيهات كلش مهمة. طبعا حتكون التوجيهات للملة وأيضا تكون للمعزين. تمام. عزيزاتي، تعرفون إنه بدأ محرم، تمام، يعني جانا شهر محرم الحرام. خلينا نكون إنه مو فقط نقرأ قصيدة وانتهى الموضوع، لا، أتمنى من الأخوات المواليات المعزيات اللي يقعدون بالمجلس، أتمنى يلقون احترام للملة، أتمنى يستمعون للملة، أتمنى إنه هم من يقعدون بالمجلس أو من يطلعون من البيت خلوا عندكم نية إنه أني ناوية أروح أعازي مولاتي الزهراء، حتى ما تقهريها للملة وما تقهريها للزهراء سلام الله عليها. خلي سوادك كله سواد، يعني شوفوا من أقول سوادك كله سواد، يعني مقصد كلامي خلي سواد كامل، يعني ماكو داعي لهاي الأمور اللي اللمع وألوان بالملابس وما أعرف شنو، والمكياج وما مكياج. يعني الله يخليكم، خلوا إخلاصكم للزهراء سلام الله عليها، وأيضا خلوا إخلاصكم لحضور الملة. ترى الملة يعني مو فد شي عادي، يعني الله يخليكم، يعني هذه ناعية الزهراء. ترى هم تنقهر إذا تشوف الموالين ما منطين كل أهمية لحضور المجلس. فالله يخليكم، أكون ممنونة منكم. يعني هسه تقولون أنت شعليت، لا، ماني شعلية بعد، خلاص أنا هم ناعية للزهراء. أما أشوف بالمجلس والله العظيم فد قلبي يجي أموت قهر، يعني هاي اللي مخلية مكياج وهاي اللي مدري ايش لابسة وهاي اللي لابسة خفيف منه، يعني ماكو داعي يا أختي. خلي حضورك بحضور الزهراء سلام الله عليها. استحي، يعني خجل، خلي عندك خجل من الزهراء سلام الله عليها. من هسه اروح اشتري ملابس تليق بعزاء مولانا ابا عبد الله الحسين، يعني من تبدين تروحين تشترين تقولي لا هذا ما يليق بالمجلس، مو أنا الزهراء راح تشوفني من أدخل وألطم بالنص، أو أنا راح أدخل للمجلس. فخلوا حضوركم حضور تتقبلوا الزهراء سلام الله عليها. بالنسبة للملة طبعا هذا كلامي لكم. بالنسبة للملة طبعا ربي يديمهم ويخليهم لخدمة سيد الشهداء ويعطيهم الصحة والعافية وينطيهم على قد نواياهم إن شاء الله. يا أختي يا عزيزتي، أنتي قدوة. ليش أنتي قدوة؟ لأن هم دا يستمعوا لك مو فقط بالقصيدة، لا، الكلام اللي تنطقينه هم دا يسمعونك. ترى الأجيال اللي تشوفك يعني بالمجلس يتعلمون منك، إن سواء كنتي خلوقة وإن سواء كنتي مو خلوقة. هسه تقولي شلون مو خلوقة؟ نعم، أكو بعض الملالي للأسف ما عندهم أخلاق. شلون ما عندهم أخلاق؟ لبسهم مو نظامي، يعني لبسهم مو لبس ملة. هذا اللمع كله يعني ما له داعي. ليش أنا أجي ألبس كله لمع ولمع؟ تتذكرين الملايات قبل شلون كانوا يعني كله سواد بسواد، وماكو فد، يعني ماكو فد شغلات تثير للنظرة انه الله شوف ايش لابسه، شوف ايش مخليه. لا، ماكو داعي. للاسف اقوم ملايات يعني مسويات تاتو، والتاتو ظاهر بالشارع. للأسف اكو ملايات نافخات شفة والشفة ظاهرة لبرا. للأسف اكو ملايات يحطان كحل. للأسف اكو ملايات يحطان كريم. ترى أنا دا أحكي من على هذا الجانب، ما أحكي على الأخوات البعد. إذن هذا كله شنو؟ إذن هذا كله عدم أخلاق. أخلاق ماكو. فأني إذا أشوف الملة هيش طبعا شو راح أحترم مجلس الإمام الحسين. فأني أتمنى من الأخوات فقط في شهر محرم خليك ملتزمة. الله يخليك إنسان. مثلا إذا مسوية شفتك البسي نقاب، إذا مسوية حواجبك خلي الحجاب نزليه على شو اسمه حواجبك حتى لا يظهر. إذا ما تحبين النقاب لبسي كمامة. المهم أنت بعد تعرفين يعني هذه لازم تتغطى. فأنا أتمنى من الصوبين، من المواليات ومن الملايات، أتمنى الاثنين يحترمون بعض. أنت تحترميهم وهم يحترموك. فالمجالس مدارس،
يعني للملة وللحاضرين إن شاء الله. أنا ما جاي أتفلسف براسكم ولا أني ما أعرف يعني، بس ما يخالف إنه أتعلم منكم وتتعلمون مني، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. وبعد شنو أقول، إن شاء الله يا رب تتقبل كل أعمالكم. ترى هي هاي هم أعمال مجالس الحسين، هم أعمال تقرب لله من طريق الحسين عليه السلام. تحياتي لكم العلوية بنت المنهال.